عمر الخيام، الشخصية اللي كلها ألغاز في مسلسل الحشاشين. ناس كتير بدأت تدور عنه وعن الرباعيات اللي كتبها، وسألوا إذا كان فعلا هو اللي كاتبها وليه كان بيتم اتهامه بالإلحاد. كل ده هتعرفه دلوقتي. عمر الخيام كان عالم وفيلسوف وشاعر فارسي، اتخصص في الرياضيات والفلك واللغة والفقه والتاريخ، وهو أول حد اخترع طريقة حساب المثلثات ومعادلات جبرية من الدرجة الثالثة بواسطة قطع المخروط. اسمه الحقيقي غياث الدين أبو الفتوح عمر ابن إبراهيم الخيام النيسابوري. اتولد في مدينة نيسابور في خراسان ما بين سنة 1038 و 1048، وكانت المدينة مركز رئيسي للديانة الزرادشتية. وفي ناس بتعتقد إن والد عمر الخيام كان من أتباع الديانة دي قبل ما يكون مسلم، ولما بقى نظام الملك وزير للسلطان قلب أرسلان والحفيده ملك شاه بعد كده، خصص لعمر 200 ألف مثقال من بيت المال كل سنة، وده اللي ساعده على التفرغ للبحث والدراسة. عاش عمر معظم حياته في نيسابور وسمرقند، وكان بيتنقل بين مراكز العلم زي بخارى وأصفهان. لكن بالنسبة لرباعيات الخيام ففي شكوك كبيرة في إن عمر الخيام يكون هو صاحبها كلها، وده بسبب التناقضات اللي موجودة فيها واللي كانت ما بين الإيمان والإلحاد. وفي تفسيرين للموضوع ده. التفسير الأول إن الترجمات اللي اتعملت للرباعيات أضافت لها كتير بعد ما ضاع أغلبها، والتفسير الثاني هو إن أصدقاء الخيام حاولوا يجمعوا الرباعيات بعد وفاته، وكل واحد منهم أضاف ليها شخصيته وأفكاره. قول لنا في التعليقات إيه رأيك في شخصية عمر الخيام.